السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا اسمي أحمد أبو زينة. هنتكلم النهاردة في مشروع الأكياس والشنط البلاستيك. في أسئلة كتير جدا جت لنا من حضراتكم إن أنتوا عاوزين تبدأوا في المشروع. هتبدأوا إزاي؟ هل نبدأ تجارة ولا تصنيع؟ هل نبدأ بنص خط ولا بخط كامل؟ طب إيه التفاصيل؟ طب إزاي هبدأ؟ طب لو أنا بدأت هل المشروع ده هيغطيني ويكفيني في البيت ولا لأ؟ آه، هنتكلم في ده كله إن شاء الله مع بعضنا في الفيديو، فخليكم معانا. ويا ريت ما يطلعش واحد فزلوك يقول لي ده في 5000 واحد اتكلموا في المشروع ده. خليها 5000 واحد، مش هيفرق كتير يعني. خليك معانا. أهلا بيكم مرة تانية. مشروع الأكياس والشنط البلاستيكية مشروع مهم جدا في البلد، وحاجة أساسية في كل محل. مفيش محل هتدخله إلا وهتلاقي فيه كيس أو شنطة. المجال محترم جدا، المجال مضمون جدا. حضرتك حابب تبدأ فيه تجارة؟ الموضوع في إيدك. حابب تبدأ فيه تصنيع؟ الموضوع في إيدك. بس أنا بقول لحضرتك إن التجارة فيها مميزات وفيها عيوب. التصنيع فيه مميزات وفيه عيوب. أكيد حضرتك سمعت الناس كتير جدا وكلهم بيقول لك مثلا، ممكن واحد يطلع يقول لك ده المشروع مربح، بس واحد يقول لك المشروع خسارة، بس لا بلاش، لا ما تخشش، لا ادخل. حضرتك نويت تبدأ المشروع، ادخل في المشروع. اعمل دراسة جدوى كويسة، احسب الخطوات بتاعتك كويس قوي، وبعدين ابدأ. توكل على الله. فاحنا النهارده هنتكلم في التصنيع. يعني التجاره دي خليها في جنب، احنا ممكن نتكلم فيها بعدين. خلينا النهارده نتكلم في التصنيع. حضرتك دلوقتي بقى هتبدا بنص خط او بخط كامل، القرار ده في ايدك انت، بس بتشوف سيولتك هتعمل معاك ايه وتقرر. لو معاك سيوله كويسه ابدا بخط كامل، ده احسن بكتير. معاك سيوله ضعيفه هتبدا واحده واحده، ابدا بنص خط، مفيش مشكله. الفكره كلها ان انت لما تبدا بخط كامل بيبقى عندك التحكم الكامل في السعر. بدأت بنص خط، لا، بيبقى فيه مرحلة ضايعة منك، دي بيتحكم فيها اللي بيديك الرول. طيب هنقول حضرتك دلوقتي قررت ان انت هتبدأ بنص خط بس. النص خط ده عبارة عن مقص ومكبس. المقص في منه سنجل وفي منه دبل. طيب هيطلع الفزلوك اللي في الاول يقول لي ايه الفرق بين الاتنين؟ انا هقول لك. الفرق في الانتاجية. السنجل طبعا السعر بتاعه بيبقى قليل، تقريبا بيتكلم في حدود بيبدأ مثلا من 50,000 ممكن تجيب مص سنجل. بالنسبة لمص الدبل، لا، انت مص الدبل ممكن يبدأ معاك من 150 مثلا وانت طالع حسب حالته. ده الكلام ده كله في المستعمل مش في الجديد. طيب بالنسبة للإنتاجية، الإنتاجية بتاعته، المقص السنجل ممكن يرمي معاك في الوردية ال 12 ساعة من 300 ل 500 كيلو حسب المقاس وحسب خامة الشغل. بيبقى لها اعتبارات كتير بتتحسب. بالنسبة لمص الدبل بيرمي معاك تقريبا من حوالي 400 كيلو لحد 800 كيلو، ممكن يرمي معاك طن حسب الخامة، حسب المقاس اللي هيشتغل. ليها اعتبارات كتير جدا ممكن تتحسب عليها، حسب كفاءة الصنايعي اللي موجود على المقص نفسه. الموضوع ده كله بيفرق معاك، وفيه اعتبارات كتير تانية. تمام كده؟ طيب بالنسبة للمكبس، المكبس ده فايدته ان هو بس بيكبس لك اليد بتاعت الشنطة، لأن المقص بيخرج لك الكيس عبارة عن مربع مش أكتر. المكبس هو اللي بيكبس لك اليد. تمام كده. المكبس ممكن تجيب حاجة اللي هو ضعيف شوية، يعمل له في حدود مثلا 15 20 ألف. ممكن تجيب حاجة هيدروليك، حاجة عالية شوية. ممكن تتكلم برضو تبدأ من مثلا من 50,000 وانت طالع، حسب خامته وحسب حالته وحسب كل حاجة. بيبقى فيه اعتبارات كتير جدا لما تيجي تشتري المكن ده. المكن ده بيبقى كل حاجة ليها سعرها، في حاجة تايواني تبقى حاجة نظيفة، في حاجة صيني تبقى حاجة هادية شوية، في صيني بيبقى أغلى من التايواني على حسب. وبرضه لما تيجي تشتري حاجة زي كده لازم يكون معاك حد فاهم قوي في الموضوع ده. حضرتك بتحتاج ايه تاني عشان تبقى خلاص عندك مصنع فيه نص خط؟ بتحتاج جنب المص والمكبس، بتحتاج جنبهم ميزانين صغيرين بتوزن عليهم الكيلو ونص كيلو والكلام ده. ميزان كبير بتوزن عليه الشكارة ال 25 كيلو بعد كده لما تخلصها. بتحتاج مكوتين لحام عشان تقفل الكيلو بعد ما تخلصه. كده انت بقى عندك مصنع فيه نص خط. طيب ايه المشكلة بقى اللي هتقابلك في الموضوع ده؟
هيقابلك مشكلة إن المصنع اللي أنت بتجيب منه الرول ما عندوش رول مكفيه، مثلا عنده شغل كتير فمش فايض منه حاجة فمش هيديك فأنت عطلت. زائد إن أنت مكسبك كله مرتبط بالرول اللي هيجي منه، جبت بسعر كويس عرفت تكسب كويس، جبت بسعر عالي ومعرفتش تبيع بالسعر العالي فأنت خسرت. فالموضوع كله بيبقى متوقف على الرول اللي أنت هتجيبه. طيب بالنسبة للمساحة اللي حضرتك محتاجها للنص خط، حضرتك محتاج بس مخزن في كهرباء، اتنين فاز اللي هي 220 العادية جدا بتاعت البيت، هيشتغل عليها المص وهيشتغل عليها المكبس. في مكابس بتشتغل على 3 فاز وفي مكابس بتشتغل على 2 فاز. تمام جدا. فانت كل اللي محتاجه، محتاج مكان فيه غرفتين، الغرفة 4 في 4 هيكفي معاك كويس جدا وهيبقى محترم. وعشان ما اطولش عليكم اكتر من كده، انا النهارده خلصت كلامي. النهارده اتكلمنا بس في جزء بسيط جدا 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 من المشروع. الكلام لسه ما خلصش، المشروع لسه ليه تكملة كتير جدا جدا. ان شاء الله في الفيديوهات اللي جايه هنتكلم في ازاي نبدأ لو هنشتغل بخط كامل، ايه التكلفة الثابتة اللي بنضيفها على الشغل عشان نعرف نبيع وازاي نكسب، ايه الخامات اللي بتيجي وايه التدريب اللي ممكن نشتغل عليها. آه، حاجات كتير جدا جدا هنتكلم فيها. يا ريت تتابعونا. لو انتوا بتسمعوا الفيديو ده على الفيسبوك يا ريت تتابعونا على الفيسبوك على صفحتنا الرسمية. لو انتوا معانا على اليوتيوب يا ريت تعمل اشتراك في القناة وتدعمنا، لأن دعمك ده هيساعدنا إن احنا نكمل، ويا ريت نقدر نفيدكم إن شاء الله.